بدأت قصتنا عندنا وشاهدنا طفلا صغيرا في مختبر، حيث كان جميع الأشخاص المحاطين به قد ماتوا، وفي الغالب كان هذا الصبي الصغير هو من قام بذلك، وذلك بسبب اختطاف صديقته، أو تحديدا صديقته التي تدعى أساكا. رأينا شخصا يمسك بها ويرغب في قتلها، وتهدد الصبي الصغير وتقول له: إن حاولت فعل أي شيء سأقتلها على الفور. ليتضح لنا بعد أن هذا الصبي الصغير هو بطل قصتنا. فجأة حدث شيئا غريب للفتاة التي كانت تحمل المسدس، وتوفيت فورا وسقطت على الأرض. وأصبح واضحا أن بطلنا يوغيري يمتلك قوة سحرية رهيبة جدا، حيث يستطيع قتل أي شخص دون لمسه. وفجأة ظهرت فتاة أخرى وهي تصطفق يوغيري، كان نائما في نهاية المطاف، وأدركنا أن كل ما رأيناه كان جزءا من حلمه. علمنا أن اسم الفتاة هذه توموشيكا، وكانت تحاول أن توقظه وتخبر أنه نائم وأنهم واقعون في مصيبة كبيرة جدا. علمنا أنهم كانوا في رحلة مدرسية، ولكنهم فجأة صدموا بتنين غريب قاتل جميع الأشخاص الموجودين في الحافلة. وفجأة رأينا التنين يقرر أن يهجم عليهم من جديد ويقتلهم، ولكن بطلنا يوغيري شعر بشعور غريب جدا واستخدم قوته السحرية الغامضة، ورأينا التنين يسقط على الأرض. كانت توموشيكا مصدومة ولا تصدق ما حدث للتنين، لكن يوغيري لم يخبر بما حدث، يسترخي بصمت ويلعب على هاتفه المحمول. بعد ذلك تطلب منه توموشيكا أن يخرج معها من الحافلة لرؤية ما يحدث في الخارج، ولكن يوغيري يرفض ذلك ويقول لها أن من الأفضل عدم الخروج، لأننا لا نعرف ما إذا كانت هناك تنانين أخرى ولا لا. تصر توموشيكا على إقناعها بالخروج، لكن يوغيري يتحدث معها بهدوء ولا يظهر أي خوف، ما يجعل تستغرب. ثم يطلب من توموشيكا أن تخبر بكل ما حدث أثناء نومه. بالفعل بدأت تسرد له كل ما حدث، وتقول له أنهم كانوا في الحافلة في الليل، وعندما دخلوا إلى نفق غريب خرجوا منه ليجدوا أنفسهم في مكان غريب تماما لا يعرفون عنه شيئا. وفجأة ظهرت فتاة غريبة وسط الحافلة، وبدأت تعرف نفسها باسم الحاكمة سيون. مع ذلك قرر سائق الحافلة طردها، لكنها استخدمت سحرها وقتلته على الفور. بالطبع كان بطلنا نائما ويشخر، فلم يشعر بأي شيء من ذلك. تقول لهم: لا تخافوا، ليس هدفي قتلكم، ومع ذلك إذا أزعجني أحد سأقتله فورا. الطلاب يستمعون إليها ويشعرون بالخوف الشديد، ولما العجب فهي فتاة تملك قوة مرعبة، وبدون تردد تقوم بقتل شخص آخر لتثبت لهم قوتها الهائلة. يا لها من فتاة مجنونة، فهي تقتل الناس وتضحك في نفس الوقت. ثم تخبرهم سيون أنهم قد انتقلوا إلى عالم آخر، وتقول لهم أنهم استدعوهم لربما لأنهم قد يكونوا حكماء أو أقوياء مثلها. بعد ذلك تبدأ في منح الطلاب قوة خارقة، ويلاحظون أن أجسادهم تشع بالضوء وتنبعث منها طاقة هائلة. توموشيكا تستغرب لأنها لم تشعر بأي شيء مثل الطلاب الآخرين. الحكيمة تخبر الطلاب أنها قد ثبتت لهم نظاما يسمى أغنية المعركة، وبالطبع أي شخص يحصل على القوة التي تمنحها يمكن أن يرى إحصائياته الخاصة، وتوضح لهم أن القوة التي تمنحها لهم في هذا العالم هي هدية، ويجب عليهم محاولة تطوير تلك القوة ليصبحوا حكماء مثلها، وتخبرهم بأن لديهم مهلة شهر واحد لتطوير قوتهم. توموشيكا بعد تسأل الحكيمة شيون وتخبرها بأنها لم تحصل على أي قوة خارقة. ترد عليها وتقول بأن أي شخص لم يتمكن من الحصول على قوة الهدية خاصتها، والسبب أن ليس مناسبا لها. بالطبع كانت توموشيكا خائفة، وشيون بدأت تهددها وتقول لها: إذا لم تتمكن من الحصول على قوتي السحرية المميزة فهذا يعرض حياتك للموت على يدي. بعد ذلك شيون أخبرت الطلاب بأن مهمتهم ستبدأ خلال ساعة واحدة، وفي ذلك الوقت نظرت الصديقة توموشيكا إلى إحصائياتها وتعرفت على المهمة القادمة، حيث يجب عليهم الهروب من تنين يحب أكل البشر، ولذا يجب عليهم أن يبحثوا عن خطة للهروب قبل وصول هذا التنين وقتلهم. وبعد ذلك تدخل أحد الطلبة يدعى سوغورو، وأخبرهم أن ليس هناك خيار غير أنهم ينفذوا هذه المهمة بنجاح. واتضح أن هذا الفتى يتمتع برتبة قائد في هذا العالم، فهو مسؤول عن أي مجموعة لتحقيق هدفها بسرعة. ثم طلب من كل فرد أن يقدم له إحصائياته الشخصية وقدرته التي يمتلكها، وبالطبع هناك أشخاص لم يتمكنوا من الحصول على أي قوة مثل توموشيكا، بما فيهم بطلنا يوغيري الذي لا يزال غارقا في سبات عميق. ومن بعد ذلك يبدأ سوغورو في توجيه الطلبة. لقد أخذ كل الطلاب الذين يمتلكون قوة سحرية باستثناء الطلاب الذين لا يمتلكون أي قدرات سحرية. يتدخل واحد من الطلبة ويطلب من سوغورو أن لا يتركهم وحدهم داخل الحافلة، لكنه يرفض وأظهر قوته الخارقة، وقال لهم أنهم ليس لديهم أي قوة خارقة وأنهم سيشكلون عبئا عليهم وسيسببون لهم المشاكل. ثم طلب من الفتاة الموجودة معهم أن تستخدم قدرة سحرية غريبة وهي قدرة الجاذبية حتى يتمكن التنين من الوصول إليهم بسرعة. واتضح أن هدف سوغورو هو أن يجعل هؤلاء الطلاب طعما إلى التنين من أجل أن يتمكنوا من الهروب بأمان والوصول إلى المدينة. ثم أغلق باب الحافلة وتركهم وسار بعيدا. بعد فترة وجيزة نرى أن التنين قد وصل حقا إلى الحافلة. للأسف التنين قتل جميع من في الحافلة باستثناء توموشيكا وبطلنا يوغيري. عندما حاول توموشيكا أن تشرح ليوغيري ما حدث نلاحظ أن يوغيري لا يهتم بما يجري، لكنه كان متضايقا فقط لأنه لم يستطيع شحن هاتفه المحمول. ثم سألته وقالت لها: أنت الذي قتلت التنين عندما هاجمنا أليس كذلك؟ ولكن يوغيري كتم حقيقته وقال لها: أنا لم أفعل شيئا من هذا. وعندما خرجوا من الحافلة وجدوا أمامهم 3 طرق، إما أن يذهبوا إلى المدينة أو يتوجهوا إلى الجبل أو يدخلوا إلى الغابة. لكن فجأة لاحظت توموشيكا أن
هناك 3 طلاب يطيرون في الهواء ويقتربون منهم. لقد كان يرغب يوغوري في قتلهم، لكن توموشيكا تمنعه وتقول لهم أنهم أصدقائهم. يوغوري يذكرها بأنهم تركوهم وأرادوهم أن يموتوا، لكن الطلبة انصدموا عندما رأوهم ما زالين على قيد الحياة ولم يستطيع التنين القضاء عليهم، واتضح أن هدفهم كان هو تحويل توموشيكا إلى زومبي. نكتشف بعد حين أن هؤلاء الطلاب الثلاثة يمتلكون قوة سحرية في هذا العالم، ومن بينهم هناك طالب يستطيع تحويل أي شخص إلى زومبي. تدرك توموشيكا بسرعة أنهم أعداء وأتوا من أجل قتلهم، ثم يظهر طالب منهم غاضبا ويقوم بإطلاق كرة نارية قوية عليهم، ولكنها هجمة اصطدمت بالجبل المجاور. لقد كان هدفهم هو تخويفهم فحسب. بعد ذلك يقترح على توموشيكا الانضمام إليهم، لكن توموشيكا كانت خائفة جدا منهم، في حين يظل بطن يوغوري هادئا وغير خائفا. وفي هذه اللحظة يوغوري يوجه إصبع ناحية أحد الطلاب منهم وأمره بأن يموت، وينفجر الفتى السمين بالضحك ويستغرب مما يفعل يوغوري. لربما اعتقد أنه أصيب بالجنون، ولكن انصدم عندما يجد الطالب قد سقط على الفور جثة هامدة. بعدها يحذر يوغوري الباقي من الاقتراب، لكن أحدهم لم يهتم بكلامها، ويوغوري يستخدم قوته السحرية مرة أخرى ويقضي عليها، ويبقى الطالب السمين فقط. وحينها يحاول يوغوري أن يحذره ويقول له إن تحركت قد يكون مصيرك مثل أصدقائك، ولكن الطالب السمين لم يستجيب لكلامه ويستخدم قدرته السحرية العلاجية في محاولة إنقاذهم، ولكن ذلك دون جدوى. بعد أن قتل يوغوري الطلاب الآخرين، تأكد توموشيكا أن يوغوري هو الذي قتل التنين قبل أن يهاجمهم. الفتى السمين يسأله لماذا قتل أصدقائه، فيجيب يوغوري بأنه قتلهم للدفاع عن نفسه، ويكشف له أن قدرته السحرية تدعى الموت الفوري. مع ذلك لا يزال الطالب السمين غير مصدق قدرته السحرية، وفي هذه اللحظة يقترح يوغوري على الطالب السمين أن يجرب القدرة بنفسه ويموت، لكن الطالب السمين يتوسل له ويطلب أن لا يقتله. وفي الوقت نفسه يكون الطالب السمين غدارا وخبيثا ويقترب من يوغوري بهدف قتله، وفي هذه اللحظة يوقفه يوغوري ويقول له أن لديه أيضا قدرة تشعر بنية أي شخص إذا كان ينوي قتله أم لا. حينها الفتى السمين جلس على الأرض وبدأ يبكي ويتوسل إلى يوغوري أن لا يقتله. يسأل يوغوري قائلا لماذا تغيرتم بعدما حصلتم على القوة السحرية من الحكيم سيون؟ أجاب الفتى السمين قائلا بأن هذه ليست المرة الأولى التي نصل فيها إلى هذا العالم، ويخبر بأنه استدعي منذ فترة لمحاربة وهزيمة ملك الشياطين. ويوضح الفتى السمين أنهم نجحوا في هزيمة ملك الشياطين، ومع ذلك عادوا إلى عالمهم مرة أخرى. وبعد أن تحقق يوغوري من كل هذه الأمور يقرر أنه سيقتل الفتى السمين الذي بدأ يبكي بصوت عالي، ويطلب من توموشيكا تخلي يوغوري يسامحه ولا يقتله، ولكن واضح أنها غير مبالية به ولا تريد أن تدافع عنه. وفورا يخرج الشاب السمين طوقا سحريا معه ويقول لها إن هذا الطوق إن لبسته فسوف أصبح خادما لك. وفعلا عندما يرتدي الطوق يتحول إلى خادم حرفيا، لكن توموشيكا لم تعجبها هذه الفكرة وتخبر أنها لا ترغب في أن تكون سيدة له، وتقرر أنها تتخلى عنه وتجعله يكون خادما ليوغوري. وعلى الفور يوغوري بدأ يلقي عليه الأوامر وأمره أن يتوجه للغابة ويظل واقفا عندها ولا يتحرك. وأصبح الفتى السمين في حالة خوف ورعب كبير جدا، لكنه لم يستطيع عصيان أوامرها بما أنه قد أصبح خادمها. وبالفعل يتجه الفتى السمين نحو الغابة راكدا. بعدها يوغوري يحذرها أن لا يكشف هويتهما لأي شخص، ثم يطلب منه بعد ذلك أن يترك أي شيء ثمين وغالي لديه هنا قبل أن يغادر. وبالفعل يخرج الفتى السمين كل الذهب والنقود التي جناها في مغامرتها الأخيرة. تتحدث توموشيكا وتقول لها أليس لديك أي خوف أنني أخونك أو أخون ثقتك فيني؟ فيجيبها قائل لا يهم ما تفعلينه لأنني اخترت أن أكون أنا الذي يحميك بنفسي. تشعر توموشيكا بالإحراج والخجل وتقول لها حسنا لماذا قررت أن تدافع عني؟ يجيبها قائلا عندما رأيت التنين يهاجمنا شعرت وقتها بأنك قريبة مني وأن بيننا صلة. وتظهر قلعة غريبة تعيش فيها الحاكم شيون، ويأتي شخص مع قائمة بأسماء الحكماء المحتلين، ثم تظهر القائمة التي تحتوي على الطلاب الذين نجحوا في الاختبار الأول، ولكن يكتشفون وجود 4 طلاب لم ينجحوا وقد قتلوا. وعندما تراهم الحاكم شيون تصاب بالذعر لأن 2 من الطلاب ينتمون إلى رتبة إس. ويبدأ الشاب الواقف أمامه في الشك بأن سبب وفاتهم هو استخدام قدرة السحر الموت الفوري، ويقرر أن يذهب ويتحرى الموضوع بنفسه. وبعد ذلك نراهم يصلون إلى المدينة. توموشيكا كانت متحمسة جدا، بينما يوغوري يشعر بالكسل ويرغب في النوم. تشعر توموشيكا بالقلق بشأن الحراس الذين أغلقوا باب المدينة، ويقرروا أن يذهبون إلى هناك جري بسرعة ليسألوا لماذا يقومون بهذا. وعندما يصلون يفاجئون بشخص يتحدث بلغة غريبة ويجعلهم ينتظرون خارجا حتى يأتي شخص يتحدث معهم. عندما تراه توموشيكا تكون سعيدة لأنه يتحدث بنفس لغتهم، ويخبروه أنهم انفصلوا عن بقية الطلاب وأنهم وصلوا إلى هنا. رئيس المدينة هذا يشعر بالاستياء لأن أي شخص يدخل هنا يفترض أن يدفع رسوم الدخول، لكنه تلقى أوامر بعدم التدخل إذا كان شخصا مرشحا ليكون حكيما. يسألونه كيف يمكنهم الوصول إلى العاصمة الملكية لكي يكونوا مع بقية الطلاب، لكن الرئيس يتحدث معهم بكل غرور ويرفض مساعدتهم. يطلب ذلك من توموشيكا أن تذهب إلى منزله وتنتظر هناك، لكنها تشعر بأنه شخصا غامضا جدا وتخاف منه. أثناء سيرهم في المدينة تكون
توموشيكا مندهشة جدا من مظاهر الناس داخل هذه المدينة، وتشعر وكأنهم مستوحون من قصص خيالية بالطبع، لأنها ترى أشخاصا يشبهون الوحوش. وفجأة تأتي لهم فتاة تشبه القطة اسمها ميريو، تقول لهم أنا المساعدة الخاصة بكم إذا واجهتم أي مشكلة هنا في المدينة. وبالطبع في البداية لم يكونوا مرتاحين لها، وعلى الفور يسألونها ما هو المقابل الذي ستأخذينه منا لمساعدتنا. تجيبهم قائلة أنا لن أخذ أي شيء منكم، المساعدة ستكون مجانية. وتوضح لهم أن هدفه هو الاقتراب من الأولاد الذين سيصبحون حكماء في المستقبل. توموشيكا تشعر بالملل من طول كلامها، وتقول إلى يوغري هيا نتجول في المدينة قبل أن يحل الليل. ويقررون أن يخرجوا مع القطة حتى تساعدهم وتعرفهم على كل شيء هنا. وفعلا نرى توموشيكا بعد ذلك تشتري ملابس جديدة، وفجأة يجدون أنفسهم محاصرين بمجموعة من الوحوش. ويقول يوغري كما توقعت بالضبط، لم أكن راضيا تماما عن كلامها. تعتذر توموشيكا هنا ليوغري لأنها وثقت في الفتاة القطة وظنتها فتاة طيبة. نرى الوحوش الإسبلطاجية يرغبون في أخذ كل شيء منهم. ورد واحدا من الوحوش الإسبلطاجية قائلا نحن نبحث عن الحكماء المرشحين الذين لا يمتلكون أي قوة سحرية مثلكم. وبالتأكيد هؤلاء الأشخاص الجاهلون لن يكونوا قادرين على الهجوم على أي شخص حصل على القوة السحرية هذه من الحكيم شيون. يعتقدون أن يمكنهم بيع توموشيكا للحصول على الكثير من المال. توموشيكا بالطبع تشعر بالخوف والرهبة منهم، ولكن يوغري ينصحهم قائلا من الأفضل لكم أن تمهدوا الطريق لكي لا اضطروا إلى قتلكم. وعلى الفور تبدأ توموشيكا في تحضيرهم قائلة احترسوا، يوغري يمتلك قوة هائلة جدا، وأتمنى ألا تقتربوا منه إذا كنتم تهتمون بحياتكم. بعد ذلك تظهر فتاة القطة وتعتقد أن توموشيكا تحاول تخوفهم فحسب، ويبدو أن يوغري متضايقة للغاية. وفجأة يأمر جميع الأشخاص الذين يقفون وراءها أنهم يموتون، وبالفعل نرى أنهم قد ماتوا وسقطوا على الأرض. نراه بعد ذلك يبدأ في استخدام قدرة سحرية على الوحوش التي تقف أمامه، ويحاول استخدام قدرة هذه في أجزاء معينة من أجسادهم، ولكن يفشل في ذلك. يجد أنهم قد ماتوا جميعا أمامه. توموشيكا مصدومة وتسأل لماذا تفعل هذا، فيرد عليها قائلا أحاول اختبار قوتي السحرية حيث يمكنني قتل أجزاء معينة من أجسادهم فقط. ثم يعود ويجرب مرة أخرى، وبعد ذلك ينجح يوغري في تدمير عين واحدة من الوحش، وبالتالي يصبح غير قادر على الرؤية تماما. عندما رأت فتاة القطة ذلك تشعر بالخوف الشديد، وبدأت تترجاه وتطلب منها ألا يقتلها، وتقول لها لدي أخوات صغار وأود أن أربيهم، من فضلك لا تقتلني. مع ذلك يوغري لم يبدي أي اهتمام بكلامها، ويقول لها هذا ليس مبررا لتكوني لصة وعنيفة. الرجل الذي يرافق الفتاة القطة يكون خائفا جدا. فورا بعد يحاول يوغري استخدام قوته لقتلهم، ولكن قدرته لم تعمل، واستغلوا هذا الموقف وهربوا. تسأل توموشيكا وتقول لها لماذا تركتهم يهربون؟ وفجأة تشتغل قدرة يوغري ونجد أنها تعمل فعليا على فتاة القطة والرجل الذي يرافقها، ويموتون ويسقطون على الأرض. وبعد ذلك يقول يوغري توموشيكا يجب أن نغادر هذا المكان فورا، ولكن يا لسوء الحظ قائد الحرس توقفهم في مكانهم وتقرر أن تفتح تحقيق معهم بشأن الأحداث التي وقعت. لكن يوغري يقرر أن يكذب عليها ويقول لها أنا لا أعرف ما حدث هنا، ولكن قائدة الحرس كانت تعلم أنه يكذب، وتقول لها لقد رأيت تلك الوحوش وهي تحاصركم، ورأيتها تموت واحد تلو الآخر أمامك. تخبرهم أيضا أن حراسها لديهم مناعة ضد سحر الحكماء، وتؤكد له أن سحر الهدايا الذين يحملونه لن يؤثر عليهم. ولكن يخبرها مساعدها أنه استخدم مهارة التقييم خاصة، واكتشف أن توموشيكا ويوغري لا يمتلكان أي قدرات سحرية من سحر الهدايا، وتأكد أن يوغري بريء مما حدث للوحوش الثو، ويسمح لهم بالمغادرة. وتغادر الحارسة وهي متضايقة وغاضبة من الوضع، ويذهب مساعدة ليوغري ويعتذر لهم على الموقف. بعد ذلك يوغري يسأل الحارس عن مكان يمكن البقاء فيها الليلة، وبعد ذلك نجدهم قد وصلوا إلى فندق ضخم جدا. وعندما فتحت توموشيكا باب غرفتها تكون منبهرة بجمال الغرفة وحجمها الكبير. تظل طول الوقت تفكر بيوغري وتتساءل عما إذا كان يحبها بنفس القدر الذي هي متعلقة به. فجأة ينقطع التفكير حينما يظهر شبح أمامها، وتصبح خائفة ومرعوبة لأن الشبح يشبه أختها الكبرى تماما. بعد ذلك تصرخ العفريتة في وجهها وتعرفها بنفسها واسمها وموكو. تخبر توموشيكا أن حارستها الشخصية وأنها متواجدة هنا لمساعدتها في أي مشكلة. توموشيكا تسأل الشبح لماذا لم تظهري من قبل عندما واجهت الكثير من المشاكل في الماضي. تعتذر منها وتشرح لها أن السبب يعود لوجود يوغري معها، كانت تخاف كثيرا منه لأنه مخيف. وتوضح لها أن قوة يوغري لا تعمل فقط على البشر بل تؤثر أيضا على الأرواح والأشباح مثلنا. ثم طلبت من توموشيكا أن تخبر يوغري بوجودها حتى إذا رآها بالصدفة لا يقوم بقتلها. أخبرت موكو أن وظيفتها هي حمايتها من أي قدرة خارقة للطبيعة
الطبيعة. توضح لها موكو أنها منعت سحر الهدايا من أن يكون متواجدا لديها، مما جعل توموشيكا تغضب منها لأن بسبب أصبحت فتاة ضعيفة وكان من الممكن أن يقتلها التنين. وتوضح لها موكو أن سحر الهدايا له فعالية كبيرة جدا، ولكن في نفس الوقت أي شخص يمتلك سحر الهدايا يصبح مجرد أداة في يد الحاكمة شيون. موكو تخبر توموشيكا أن هدفها الوحيد هو مساعدتها في العودة إلى عالمها الأصلي مرة أخرى، ومع ذلك تظهر توموشيكا مترددة وتعترض قائلة: إذا عدت إلى عالمي الأصلي فسوف أبتعد عن يوغيري. في اليوم التالي تذهب توموشيكا إلى يوغيري وتجده يجلس بمفرده وينتظرها. بعد لحظة يرحب يوغيري بمديرة الفندق ويشكرها على التعاون، ويخبر توموشيكا أن المديرة سوف تساعدهم لمعرفة مكان الطلبة، وكانت المديرة حجزت لهم أيضا تذاكر القطار إلى العاصمة الملكية. ثم يخرج بعض الأشياء الثمينة ويعطيها للمديرة. المهم بعدها ننتقل الأحداث ونراهم يجلسون في القطار، وكان الشبح موكو معهم. بعد أن حكت توموشيكا لها عنها يبدو أن يوغيري قد أصبح يستطيع رؤية موكو. بعد ذلك علمنا أن بقية الطلاب ذهبوا للغابة لتدريب أنفسهم وتعزيز قدرتهم السحرية، وفجأة شعر يوغيري بخطر شديد بيحمي توموشيكا. اكتشفنا أن هناك قوة سحرية هائلة ضربت القطار. بعد ذلك نذهب إلى قاعدة الحرس حيث نجد وحشا مسجونا لعلاج إصابته، على الرغم من استخدام سحر الشفاء عليه إلا أن الوحش لا يزال أعمى بسبب قوة يوغيري التي تعرض لها، لكن الحكيمة قامت بنزع عينه واستخدمت سحر الشفاء وزرعت له عينا جديدة. الغريب أن حتى بعد الحصول على العين الجديدة لا يمكنه أن يرى شيئا وتظهر كل الأشياء أمامه باللون الأسود. تشعر الحكيمة لين بالاستياء، بعد ذلك تنقض عليه بالهجوم، لنكتشف بعدها أن في الأصل مصاص دماء، واتضح أن أي شخص يتعرض للعض من قبل الحكيمة لين يتحول إلى مصاص دماء فيكتسب قوة هائلة جدا، ومع ذلك فإن بصره لم يعود له ولا يزال أعمى. وفجأة تعرض المكان الذين هم فيه إلى هجوم عنيف من قبل شخص ينتمي إلى فئة الأبطال. بعد ذلك نعود إلى يوغيري وتوموشيكا. علمنا أن الهجوم الذي تعرض لها القطار لم يكن مستهدفا، بل كان سبب ذلك معركة قوية قائمة بين روبوت وأحد الحكماء تقع على مقربة من القطار، ويظهر فجأة الروبوت الضخم يقاتل الحاكم وتشتد المعركة بينهم. وفي ذلك الوقت تقول توموشيكا إلى يوغيري: لماذا لا تقتلهم؟ إنهم هاجمون الآن وكاد أن يقضى علينا بسببهم. يجيبها قائلا: هل أنت حمقاء أم ماذا؟ في الوضع الحالي إذا قتلت أي شخص أمامي فسأكون في النهاية قتلت العالم بأسره. وفجأة يجدون البطل والروبوت واقفان أمامهم، ونرى الحاكم يستهزئ بالناس ويصفهم بأنهم زبالة، وبدون تردد يستخدم الحاكم قوته السحرية عليهم. نعود إلى البطل الذي يهاجم الحاكم لين والحراس. كانت الحاكمة لين تشعر بالاستياء لأن البطل قطع فستانها، وتسأل عن سبب الهجوم عليها وتخبره أن الأبطال مثلها من المفترض أن يحاربوا مالك الشياطين. يخبرها أنه يريد أن يضع حدا لطغيانها ويمنعها من فعل الشر، ويخبر أن جميع الحكماء يجب أن يتم محوهم. ثم يستخدم قوته الهائلة من سيف المقدس الذي يحمله ويدمر كل شيء حوله حرفيا. بعد ذلك نعود إلى يوغيري الذي يسأل الحاكم قائلا: لماذا قتلت البشر الأبرياء وهم ليسوا جزءا من معركتك الحالية؟ ويظل الحاكم سانترو متضايقا جدا منه ويستمر في الاستهزاء به، ولكن يوغيري يظل مستاء للغاية من هذا الوضع، وفجأة يستخدم قوته السحرية ويقتل الحاكم دون تردد. ثم نعود مجددا إلى البطل الذي يهاجم الحاكم باستخدام السيف المقدس، ولكنه يصاب بالصدمة حينما يكتشف أن الحاكمة لين لا تزال على قيد الحياة. يجلس على الأرض ويشعر بالإحباط، ثم تقف أمامه وتقول له: أنا خالدة ولن أموت أبدا. وفي هذا الوقت يستسلم البطل وطلب منها أن تقتله، لكنها ترد عليه قائلة: لست بحاجة إلى ذلك. ثم تلقي به إلى مكان بعيد، وثم تطلب من قائد الحرس أن يخبرها بمكان يوغيري. بعد ذلك نجد الروبوت العملاق جالسا على الأرض أمام يوغيري ويقول له: أنا مستعد لفعل أي شيء حتى لا تقتلني. يلمس يوغيري الروبوت ويطلب منها مساعدتهم على العودة إلى عالمهم الأصلي مرة أخرى. يجيب الروبوت قائلا: إن العالم الوحيد الذي يمكنكم العودة إليه هو العالم الذي جئت منه. ويقول لهم الروبوت: أنا غير قادر على أخذكم وإعادتكم إلى هنا، لأن هناك جزءا آخر لا يمكن جلبه معي إلى هذا العالم، وأيضا لا يمكن أخذ شخص خطير مثلك إلى عالمي. وفجأة يظهر الشبح موكو ويقترح عليهم شيئا ما، وبعد ذلك ننتقل مباشرة إلى عند الحاكمة لين والحاكمة شيون يتحدثون بشأن قتل الحاكم سانترو. تقول لها لين تقول لها: لا يمكن تجاهل شخص لديه قدرة على قتل الحكماء. نعود بعدها إلى الغابة عند يوغيري وتوموشيكا، وتعطيهم الشبح موكو سيفا استولت عليه من الروبوت العملاق، وتقول لها: يمكنك تغيير شكل هذا العنصر إلى أي شكل ترغبين فيه. بعد ذلك يستمرون في طريقهم في الغابة حتى يصلون إلى المدينة. توموشيكا سعيدة لأن المدينة تشبه المدينة التي كانوا فيها من قبل، لكنها تشعر بالقلق بشأن يوغيري الذي يبدو مرهقا ومتعبا، وتسأل عن التعب الذي يشعر به فيجيبها قائلا: هذا التعب طبيعي لأنني قتلت الكثير من البشر والوحوش في رحلتنا إلى الغابة. عندما التفت توموشيكا ونظرت خلفها تصاب بالصدمة حينما تجد عددا كبيرا من الأشخاص المهاجمين والوحوش الذين كانوا يهاجمونهم أثناء رحلتهم في الغابة، ولكن يوغيري سبق وانقضى عليهم دون أن تشعر توموشيكا بذلك، حتى تقول لها: بما أنك قتلت هذا العدد الكبير وشعرت بالتعب فإن هذا يفسر أن قوتك لها حدود. يجيب يوغيري قائلا:
قوتي ليس لها حدود، ولكن إذا استخدمتها بشكل مفرط فسأشعر بالتعب. وبينما يتجولون في المدينة تلاحظ الشبح موكو وجود حواجز سحرية تحيط بالمدينة بالكامل. يواصلون البحث عن الفندق الذي سيقيمون فيه، وعندما دخلوا إليه يجدون زميلهم الذي يدعى تاتشيبانيا، وبعد أن رحب بهم يسألونه لماذا هو هنا وليس مع بقية الطلاب، فيجيبهم قائلا قررت أن أتركهم وأكون وحدي لأن واضح أننا غير متفاهمين تماما مع بعضنا البعض. ثم يقول أن أيضا تدريباتهم كانت غير فعالة على الإطلاق، وأثناء هذا نلاحظ وجود فتاة تقف بجواره وتبدو متضايقة، وتقول أن السيد تاتشيبانيا يبدو أنه يتعامل مع توموشيكا بشكل جيد، مما يوحي بأنها صديقتها المقربة. وثم يظهر عدد آخر من الفتيات. تاتشيبانيا أخبرهم بأن هؤلاء أصدقاء من أيام المدرسة، ويقدم إلى يوغري هؤلاء الفتيات الذين يعملون حراس شخصيون. ونلاحظ أن كل الحراس الذين يرافقونهم إناث، ويتحدثون بغرور مع توموشيكا ويوغري الذي أهمس قائلا في أذن توموشيكا. يبدو أن تاتشيبانيا واثقا جدا من نفسه. توموشيكا تشارك مع الحديث وتخبره أن عندما كانوا معا في مدرسة الثانوية كان مغرورا للغاية، وكان يهتم فقط بمعرفة الفتيات. ثم يفاجئها بطلبها أن تكون حبيبته، ويقول لها إذا كنت مهتمة بيوغري فلا يوجد مشكلة، ويمكننا أن نقدم استثناءات وأجعله أيضا خادمي. هذا الطلب يثير دهشة توموشيكا، فتفهم أن لا ربما يكون شخصا مجنونا، فيرد عليها قائلا لدي قدرة سحرية رهيبة تدعى قدرة التحكم، تعني أنني قادر على السيطرة على أي شخص يكون أقل رتبة مني. تقاطع توموشيكا قائلة لكنك لم تنتهي من تدريباتك، وزملائك لا يزالون يتدربون في الغابة ولم تذكر شيئا عنهم. فيرد عليها تاتشيبانيا قائلا سأخبركم بمعلومة عني لا تعرفونها. بعد أن انتهينا من المهمة الأولى قررنا أن نعقد احتفال صغير بهذه المناسبة. ثم بعد ذكر أين المدعو أتوري يجلس مع تاتشيبانيا ويقدم لها بعض النصائح. يعلم أن لديه قدرة سحرية تسمى المستشار، مما يعني أنه قادر على تحليل البيانات وتقديم نصائح لأي شخص يواجه المشاكل. ويقول أوتوري نظرا أن لديك قدرة تحكم يتجنب زملائك دائما التعامل معك، لذا أنصحك بشراء كمية كبيرة من الخدم الضعفاء ويكونوا في المستوى الأول. إذا استطعت الخدم أن تهزم الأعداء فإن الأعداء سيصبحون خدما لك، وبهذه الطريقة يمكنك جمع عدد كبير من النقاط، وبالتالي ستزيد قوتك بشكل كبير. وبعد ذلك يقترح على توموشيكا أن تنضم إليه، ويقول لها خذي وقتك في التفكير، وتركها وغادر. لكن توموشيكا كانت غاضبة جدا منها. بعد ذلك ننتقل إلى الأحداث ونرى موكو تتحدث مع توموشيكا وتقول لها إلى متى ستظلين جالسة هكذا تنتظرين استيقاظ يوغري الذي صار له 3 أيام وهو نائم. بعد ذلك تطلب توموشيكا من موكو أن تروح تصحيه من النوم، ولكنها تشعر بالخوف منه وتقول لها أنا خائفة من الذهاب إلى غرفته ربما يقتلني. بعدها يلاحظون هناك سيارات تتجول بسرعة عالية جدا في المدينة دون اهتمام بأي شخص يسير في الشارع، ويكون الشخص الذي يقود هذه السيارة أحد مساعدين الحكيم لين. وتقول موكو هؤلاء ليسوا بشر عاديون، فرائحة الموت تنبعث منهم. تخاف توموشيكا وتقول ما هذا العالم الغريب الذي لا يهتم بأي شخص، والقتل الأمر سهل بالنسبة لهم. بعد ذلك نرى خادمة من خدم تاتشيبانيا تسير أمام بابهم، لكنها تكون مختفية وتكون هذه قدرتها السحرية. بعدها موكو تسأل توموشيكا قائلة هل ما زلت ترغبين في الخروج؟ تجيبها توموشيكا قائلة لقد غيرت رأيي وقررت أن أبقى. ثم تقول لها موكو أشعر بأن هناك شخص يراقبنا لكنه مختفي ولا أستطيع رؤيته، ولكن نواياه واضحة وشريرة تجاه الآخرين. تقول توموشيكا حسنا كيف سنتصرف معه إذا كنا غير قادرين على رؤيته؟ تذهب موكو نحو الهاتف وتقول لتوموشيكا أعتقد أن الحل هو أن نتصل بيوغري ليتولى أمره. في ذلك الوقت يكون يوغري نائما في سباس عميق ويحلم بنفسه وهو طفل صغير، ثم يستيقظ على صوت رن الهاتف ويجيبها ويخبرها أنه سيأتي في الحال. وفور أن خرج من غرفته يستخدم قدرته، وبالفعل لقد رصد مكانه على الفور، استخدم قدرة الموت الفوري وقضى عليها. أكمل سيره كأن شيئا لم يحدث. وعندما دخل إلى الغرفة يخبر توموشيكا أن بالفعل هناك خادمة تاتشيبانيا، وكشف أنها كانت تنتظر الفرصة المناسبة لتقتلها، لكن يوغري قام بالقضاء عليها على الفور. واتضح أن هذه الحارسة تدعى إيريكا، ويقترح أن من الأفضل أن يغادروا المكان. يوغري يسأل توموشيكا مستغربا لماذا تبدين هادئة هكذا على الرغم من وجود شخص يريد قتلك؟ تجيبه قائلة بأنها اعتدل على مثل هذه الأمور. نرجع إلى ناحية تاتشيبانيا الذين وجدوا وحشا حشريا يقفوا أمامه ويحاولوا الهجوم عليهم. عندما يهاجم الوحش عليهم تاتشيبانيا ينشئ حاجزا سحريا يصد هجومه بسهولة، وعندما شعر الوحش بالإرهاق يقوم تاتشيبانيا بقطع ذراعها واستولى عليها، وأصبح الوحش خادمها المطيع. يبدأ تاتشيبانيا في التحقق في سبيل اختفاء إشارة الخادمة إيريكا، وعندما رجع بمقطع الفيديو يتفاجأ بأنها سقطت وتوفيت بمفردها، وشك في أن هناك شخص هاجمها من الخلف وقد نجح في قتلها. تخبر أحد الخادمات أن إيريكا مقاتلة قوية جدا وأن من الصعب لأي شخص أن يهاجمها من الخلف. يسأل عن السبب الذي جعلها تجري خلف توموشيكا، وتقول له الخادمة الأخرى ربما أنها كانت
كانت ترغب في إحضارها إليك لإرضائك. نرجع إلى ناحية أخرى حيث كانت الحكيمة لين تخوض معركة قوية مع وحش الظلام، لكن هجومها لم يؤثر فيها. ونرجع مباشرة حيث يحاول يوغوري وتوموشيكا الهروب من الفندق، لكن تحاصرهم خادمة أخرى وتقول إلى أين، ثم استخدمت عصاها السحرية وحصرتهم بحاجز ثلجي وتخبرهم أنها هنا لتأخذ توموشيكا وتسلم إلى زعيمها، ومع ذلك يستطيع يوغوري كسر الحاجز الثلجي بسهولة. تحاول أن تستخدم سحرها من جديد، لكن يوغوري على الفور استخدم قوته السحرية وحطم عصاها السحرية. يقترب منها ويقول لها بما أنك تستخدمين السحر يجب أن تكون معك عصا أخرى، أليس كذلك؟ وبالفعل تخرج عصا جديدة وتستدعي شبحا على شكل دمية ويقرر أن يهجم عليهم، لكن توموشيكا تمسك بالدمية وتلقيها على الأرض. الشبح موكو تقول إلى يوغوري إن قدرة توموشيكا بدأت تظهر. في نفس الوقت الخادمة تستدعي عصا سحرية جديدة وتهجم عليهم، لكن يوغوري على الفور يستخدم سحره ويقضي عليها. بعد ذلك يظهر خلفهم عدد هائل من الدمى. يتضح أن الشخص الذي يتحكم في هذه الدمى فتاة صغيرة لقد كانت تتحكم في الدمى عن بعد، ولكن يوغوري تمكن من أن يجد مكان الخادمة الصغيرة، ولقد أصيبت بالفزع حين رأت يوغوري يقف أمامها واستسلمت له. بعد ذلك نرى تيتشيبان ينظر في جهاز وعرف أنها استسلمت ليوغوري وعرفته بكل شيء، ويتضح أن يوغوري يستطيع قتل أي شخص بمجرد التفكير فيه. وفي هذا الوقت يجد يوغوري وتوموشيكا عدد هائل من الحشرات حولهم، وعرفنا أن تيتشيبان هو الذي أرسل هذه الحشرات، وذلك حتى يستطيع تعقب موقعه من خلالها. ولكن يوغوري كعادة لم يصب بأي ذهول، لكن توموشيكا كانت خائفة جدا من هذه الحشرات، وكما يقولون إذا دخلت هذه الحشرة داخل أفواههم سيقضي عليهم في الحالة. وتيتشيبان يبدو أنه مبسوط، يظن أن يوغوري لن يستطيع أن يتغلب على هذه الحشرات، ولكن إحدى الخادمات تحذره وتخبر أن سيكون من الأفضل أن لا يواجه يوغوري لأنه يملك قدرة سحرية هائلة جدا، ولكنه يبدو أنه لن يصغي لها ويفكر أنه سيهجم على يوغوري. وطبعا بما أن تيتشيبان هو الذي يتحكم في الحشرات، عندما يوغوري استخدم قدرته حتى يقتلهم نجد أن حتى تيتشيبان يتأثر بقدرة يوغوري. بعد أحد الخادمات بدأت تستخدم سحر الشفاء حتى تعالجه، لكن فات الأوان لأن تيتشيبان شكله خلاص مات. والخادمة الأخرى فرحت جدا لأنهم تحرروا أخيرا من تحت سيطرة تيتشيبانيا. بعدها تقرر أنها تغادر النفق السري، وفور أن خرجت فوجئت بلين مصاص الدماء وردت قائلة بسخرية ما هذا المكان الغريب الذي خرجت منه؟ يستحيل أن تستطيع أن تواجهين وحش الظلام. ثم أخذت تقترب منها واستخدمت سحر الذي يدعى سحر الفتنة، وذلك حتى تسيطر عليها وتتحكم فيها مباشرة. بعد ذلك قامت بعضها حتى تحاول إلى مصاص دماء مثلها وتصبح خادمتها. وبينما يوغوري وتوموشيكا يمشون في ممر ضيق جدا سمعوا صوت صراخ عالي جدا، لكن بعد حين يتفاجؤون بكل سكان المدينة تقريبا تحول إلى زومبي. اتضح أن الشخص الذي فعل بهم هكذا هو نائب لين مصاصة الدماء. وفي نفس ذلك الأثناء لين تقرر إرسال وحش الظلام إلى المدينة. لقد عرفنا أنها تريد أن تساوم قدرة يوغوري عما إذا كان يستطيع قتل وحش الظلام أو لا. وعند العودة إلى المدينة نرى أن الزومبي قد دمرها وأفسد كل شيء فيها. لقد كانت توموشيكا خائفة ولا تعرف ما الذي جاء بالزومبي إلى هنا. يوغوري لاحظ أن تحركات الزومبي بطيئة جدا، لذلك أخبر صديقة توموشيكا أن يمكن الهرب إذا استغلوا هذه الفرصة، لكن يبدو أن توموشيكا لا تريد، فهي تريد أن تساعد الناس. لكن يوغوري يخبرها أن لن يستطيعوا فعل أي شيء لأن العدد الزومبي كبير جدا. موكو أيضا تخبرهم أن يجب عليهم الهروب بسرعة من هنا قبل أن يلاحظ الزومبي وجودهم. وفي ناحية أخرى يظهر عمدة المدينة وهو يعاتب مساعد لين اللي اسمه بالمناسبة هو ماسايوكي، وذلك لأنه جعل الزومبي تدخل هذه المدينة. أن لين مصاص الدماء منحته إدارة هذه المدينة، ولكن ماسايوكي لم يعطي كلامه أي اهتمام لأن همه الوحيد هو أن ينفذ أوامر الساحر لين ويجد يوغوري ويقتله. ثم طلب من العمدة أن يسلم لها مفتاح هذه المدينة، وطبعا لم يستطيع أن يرفض لها طلبه وسلم لها مفتاح المدينة. وبعد ذلك ماسايوكي أخذ يتحدث في ميكروفونات المدينة ويقول إلى سكان المدينة الأعزاء أود أن أخبركم أنني من أتباع الحاكمة لين، وأنني أبحث عن يوغوري وتوموشيكا، وأقول لكم لديكم ساعة واحدة فقط لتجدوا يوغوري، أو سأجعل الزومبي يبدأ في التحرك من جديد ويستكمل تدمير المدينة. وأود أن أخبركم أيضا لا أحد يستطيع الهروب من المدينة، فقد تم إغلاق جميع الحواجز المحيطة بها. بالطبع يشعر جميع سكان المدينة بالخوف وهم لا يعرفون ماذا سيفعلون لأنهم يجب أن يجدوا يوغوري وتوموشيكا. ونرى أن عمدة المدينة متضايقا للغاية وهو يهدد سكان مدينته بقوة. يوغوري هنا يقول لتوموشيكا أنا لا يوجد حل آخر سوى الهروب من هنا ونترك المدينة لأن الجميع يبحث عنا. هنا تستغرب توموشيكا لماذا يبحثون عنا، فيقول لهم أن ذلك بسبب قتل أحد الحكماء. بعد أن نرى أن 3 من سكان المدينة استطاعوا أن يجدوا يوغوري وكانوا يحملون أسلحة في أيديهم، وقرروا أنهم سيقبضون عليهم، ولكن يوغوري حذرهم من الاقتراب وإلا سيقتلهم جميعا. عندئذ قام واحد فيهم بالهجوم عليه، ولكن يوغوري استخدم قوة السحرية وأنهى حياته. توموشيكا كانت خائفة جدا من يوغوري لأنه كان يقتل الأبرياء، وقال توموشيكا ليوغوري إنهم الذين جاءوا للقضاء علينا، ورأينا الاثنين الآخرين فروا هاربين على الفور. حين نلاحظ أن يوغوري متضايق للغاية بسبب ماسايوكي لأنه بدأ يحارب سكان المدينة للقبض عليهم، وذلك قد يتسبب في قتلهم، وهذا ما جعل يوغوري أن يذهب للبحث عن ماسايوكي ليتحدث معه. وبالفعل وصلوا إلى المكان الذي يتواجد فيه ماسايوكي، ونلاحظ أن المكان مخيف للغاية ومليئا بالأشباح. يعتقد ماسايوكي أن يوغوري قد جاء ليسلم إليه نفسه وأنه خائفا منه. يستمر ماسايوكي في التنمر عليه ويقول لم تأتي هنا لتضحي بنفسك وتنقذ سكان المدينة، فيرد عليه يوغوري قائلا
ألا بالطبع ليس كذلك. يرد ماسايوكي قائلا إذا قتلتك ستنتهي اللعبة تماما، ولكن يوغوري يخبره قائلا يجب أن أترك المدينة الآن وأركب القطار للذهاب إلى العاصمة الملكية. أريدك أن تزيل الحاجز الذي وضعته حول المدينة حتى أتمكن من الخروج من هنا. يتضايق ماسايوكي من طريقة حديثه معه ويقول له أنت لست هنا لتطلب مني الخدمات. يوغوري رد عليه قائلا أجل معك حق، أنا أيضا يجب أن أقدم لك خدمة مقابل الخدمة التي ستقدمها لي. يواصل يوغوري قائلا إذا قمت بإزالة هذه الحواجز سأتركك تعيش ولن أقتلك. يغضب ماسايوكي بشدة وأردف قائلا مستحيل أن تستطيع قتل الأموات فهم في الأصل ميتون، ومع ذلك يستخدم يوغوري قوته السحرية ويقتلهم جميعا في لحظة واحدة. ينصدم ماسايوكي ولا يصدق نفسه بأن قوته تعمل أيضا على الأموات. يرفع رئيس المدينة يده مستسلما تماما، ويستغرب ماسايوكي كيف استطاع يوغوري قتل الأموات الذين كانوا بالفعل ميتين من قبل. يشعر ماسايوكي بالاستياء الشديد ويبدأ في الغضب ويتحول إلى رجل خفاش، وما إن تحول حتى نجد أن يوغوري استخدم قوته بسرعة وقتله. بدأ يوغوري يتحدث مع عمدة المدينة يبحث عن حل الحواجز الموجودة حول المدينة الذي كان خائفا جدا ومستسلما، ويخبرهم العمدة بأن المدينة بأكملها تخضع لحكم السيدة لينا وأنها الذي أمرت ماسايوكي بقتلهم. توموشيكا لم تفهم شيئا لأنها كانت تظن أن الحاكمة شيون هي التي كانت تريد قتلهم. يخبرهم أن شيون حاكمة أيضا وأن هذه المنطقة تحت رحمة الحاكمة لينا. فجأة ظهرت الشبح موكو وبدأت في تحذيرهم وتخبرهم بأنها تشعر بوجود شيئا غريبا هنا. بالفعل اتضح أن هناك قوة روحية قد سيطرت على سكان المدينة بأكملها وجعلتهم يبحثون عن يوغوري لكي يقتلوه. ويقوم عمدة المدينة بوعد خطة حيث يستخدم مفتاح المدينة لإزالة الحاجز الذي يحيط بها، ويتفاجأ أن المفتاح لا يعمل ويدرك أن لين هي التي تسيطر على الحاجز الآن. وبالطبع لين قد وضعت حاجز حول المدينة خوفا من أن يقتلها يوغوري عن بعد. وتظهر خادمة تاتشيباني وتنصحها بعدم التورط مع يوغوري في أي مشاكل وتخبر أن ممكن أن يكون أقوى من الحكماء. مع ذلك لين ترد على الخادمة قائلة لا تتدخلي في شؤوني لأنني سأتصرف بما أراه مناسبا. ونرى أن وحش الظلام يقترب من المدينة ونجد أن يوغوري وتوموشيكا محاصرين من قبل سكان المدينة. وإلى هنا وصلنا لنهاية هذه الحلقة. انتظرونا في الأجزاء القادمة من حكاية يوغوري وتوموشيكا، وإلى اللقاء في مقطع جديد.